بيبتدي الفيلم بتاعنا بواحد بيجري في الغابة وبيجري يمين وشمال، وكان خايف ومرعوب جدا جدا لان في حد بيطارده، لحد ما في الاخر وهو بيجري بيتكعبل في صخرة وبيقع على الارض ورجله بتتكسر وما بيقدرش ان هو يهرب، لحد ما بيجيله واحد من الاسترينجر وهو سترينجر مان وبيكون معاه البلطة بتاعته، وهوب دبل كيك راح مديله واحدة على دماغه وبيموته. وبعد كده بنشوف راين وزوجته ماين وهم مسافرين بالعربية بتاعتهم لمدينة بعيدة جدا، وبنعرف ان هم ليهم 3 ايام بيلفوا بالعربية على بعض من المدن وبيزوروها، يعني احتفالا بالذكرى ال5 لجوازهم. وللعلم ان راين وماين هم من الناس اللي ما بتعرفش تروح في اي حتة من غير جهاز الاستنشاق بتاعهم. وحاليا بقى وهم لسه على الطريق الطويل للمدينة بيقرروا ان هم يريحوا شوية، وبتقابلهم مدينة كده في البداية اسمها فينوس، وبيدخلوا المطعم هناك. واما بينزلوا من العربية وبيلاحظوا ان في 2 ميكانيكيين بيبصوا لهم بشكل غريب، وده بيكون عن بعد. ولكن مش ده الغريب ان هم لما دخلوا المطعم حرفيا كل اللي كانوا موجودين جوه كانوا بيبصوا لهم، الطباخ باللي بتقدم الاكل، وحتى الناس اللي قاعده زي الشرطيين والناس العاديه اللي كانوا موجودين هناك، وتحسهم كده اصلا ان هم بيبصوا لهم بصه استغراب ولا كانهم اصلا من غير هدوم. واللي ممكن تتوقعوا لان المدينه دي مدينه صغيره جدا وعدد سكانها ما يعديش ال5000 بني ادم، وبيقولوا البعض ان هم ممكن يكونوا بيبصوا لهم علشان خاطر كده، وكل واحد فيهم بيطلب الاكل بتاعه وبيروحوا علشان يحاسبوا. وبيلفت انتباههم اعلان عن شخص مفقود اسمه جيف، واللي هيلاقيه هياخد مبلغ بقيمه $10,000. واخر مره شافوا الشخص ده كان في المطعم هنا وطلب الاكل وبعد كده اختفى تاني يوم. ولو عاوز تعرف يا صديقي مين الشخص ده لان ده مش هيفيدنا بالقصه قوي دلوقتي، هو ده الشخص اللي موته سترينجر في بدايه الفيلم. وبعد كده بيطلعوا علشان خاطر يركبوا العربيه بتاعتهم، وبيلاحظوا ان الاتنين الميكانيكيه اللي كانوا واقفين بره وبيبصوا لهم بشكل غريب واللي اسمهم رودري وصاحبه اللي بيكون اسمه دوجي. ولما بيطلعوا علشان خاطر يركبوا العربيه بيعرفوا ان العربيه فيها مشكله، والمشكله دي ان هم عاوزين قطعه غيار مطلوبه ومش هيعرفوا يجيبوها لان المحل اللي هيجيبوه منها قافل دلوقتي. ده غير ان التصليح كمان هياخد وقت والعربيه مش هتخلص غير بكره. والكلام ده بيعصب راين جدا لانه شاكك اصلا فيهم ان هم اكيد اللي عملوا كده في العربيه، خصوصا ان شكل رودي مريب جدا. ولكن مراته بتهديه وبتعرفه ان ممكن يكون تخيله مش صح لان هم بقالهم 3 ايام بيسافروا بالعربيه وهي اكيد يعني عربيه عاديه مش سوبرمان. وقالت له كمان ان الموضوع اصلا مش هياخد وقت، ده كلها يوم واحد فما فيش قلق. فبيسالهم لو في فندق طيب يقعدوا فيه الفتره دي لحد ما هم يصلحوا العربيه، ولكن بيقولوا له للاسف الفندق اللي موجود في البلد بيكون فيه اعمال ترميم او تصليح، يعني ما فيش غير بيت واحد بس ينفع تقعدوا فيه، والبيت ده بيكون بيت لصياد ومش بيجي فيه غير كل فين وفين علشان يصطاد. والعامله في المطعم اللي بتكون هناك بتقول لهم ان هي خلصت شغل كمان وممكن توصلهم لو حابين. بيلاحظوا ان في طفلين بيكونوا واقفين شكلهم مريب جدا، والطفلين دول يا صديقي بيكون ليهم قصه تانية ولكن في الاحداث والاجزاء الجايه من الفيلم، واقفين بالعجل بتاعهم على جنب. ولكن الموضوع ده مش هيهمنا في القصه برضو النهارده. الاتنين بيروحوا الغابه مع شيلي العامله بتاعه المطعم وبتعرفهم مكان المفاتيح وبتاخد بعضها وبتمشي، وبيبقى البيت من بره شكله حلو الصراحه، وبياخدوا المفاتيح من تحت خشبه قدام الباب وبيدخلوا وبيكون البيت من جوه شكله جميل جدا وهادي وبيكونوا مبسوطين جدا بيه. وبيجي الليل ولكن الفرحه مش بتكمل لان التلاجة بايظه للاسف، فبتلاقي ميان ورقه مكتوب عليها لو في مشكله رنوا على الرقم ده. فبتاخد التليفون وبترن وبيرد عليها واحد وبتكلمه وبتقول له على مشكله التلاجة، فبيقول لها هيبعت لها حد يصلحها في اسرع وقت. وفعلا بعد شويه في حد كان بيخبط على الباب، وفي الحقيقه هو كان بيكسر الباب مش بيخبط عليه، فبيفكروا ان هو ده اللي هيصلح التلاجة. فبيفتح الباب وبيلاقي انها واحده مش باينه اصلا من الضلمه وبتقول ليهم تمارا موجوده. فطبعا بيقولوا لها مين تمارا دي؟ مفيش حد هنا بالاسم ده. فبتفضل واقفه شويه البنت بشكل مريب كده وبعد كده بتمشي، وبيستغربوا جدا لان المفروض ده بيت معزول واقرب منطقه سكنيه مش على اقل من بعد 5 ميل تقريبا من البيت. ولكن بيطنشوا الموضوع وبيدخلوا البيت. بعد شويه راين بيحتاج جهاز الاستنشاق بتاعه، وللاسف ميان كانت ناسياه في العربيه، فكان لازم حد منهم يروح يجيبه وبالمره ان هو يجيب لهم اكل. ولان المكان بعيد جدا ماين بيلاقي موتوسيكل وسبحان الله مفاتيحه كمان بتكون موجوده فيه، والموتوسيكل ده بيكون قدام بيت الصياد وكمان في المفتاح بتاعه. فبيشغل الموتوسيكل وبيمشي، وماين بتخش تكلم صاحبتها شويه ولكن بتسمع صوت الباب تاني، فبتسيب التليفون على الترابيزه وبتقوم وبتسال من ورا مين على الباب. فبتجيلها البنت تاني وبتقول لها هي تمارا موجوده؟ قالت لها ما احنا
قلنا لك ان هي مش موجوده هنا. فماين بتبص من العين السحريه ومش بتشوف حد، فبترجع تاني علشان تقعد على الكنبه ومش بتلاقي التليفون بتاعها على الترابيزه بالرغم ان هي حطاه، وبتلاقيه على رف كتب كده على جنب. فبتقول يمكن نسيت وحطيته بالغلط وما خدتش بالي يعني، وبتبدا ترن علشان تكلم راين، ولكن بتسمع صوت اغاني اشتغلت في المكان وفجاه الصوت اختفى. فبتكلم راين لانها بتكون مرعوبه جدا من اللي حصل ولان الرعب خلاص اتمكن منها، وبتقول له على اللي حصل وانه لازم يجي بسرعه لان هي اصلا خلاص هتموت من الرعب. الناحيه التانيه راين بيوصل للعربيه وبياخد الجهاز بتاعهم وبيقابل رولدي اللي بيخده مره واحده وبيقول له انت بتعمل هنا ايه يا معلم؟ راح جاي قال له دي عربيتي. قال له انا عارف بس تستأذن بعد كده قبل ما تيجي. فبيقول له عموما انا كنت جاي اخد الجهاز بتاعي وماشي. بعدها بيروح يدور على اكل وبيلاقي عربيه اكل وبيقابل الناس اللي بيكونوا موجودين هناك في المطعم واللي بيكونوا سهرانين ومقضيين وقت حلو، وبيقولوا له ما تجيب مراتك وتيجي تقضي معانا السهره هنا، ولكن راين بيرفض وبيطلب الاكل بتاعه وبياخده وبيمشي. وقتها كانت ماين بتعزف بيانو وبنلاحظ في المرايه فوق البيانو عكس صوره الكرسي اللي بيكون موجود وراها. والغريب بقى ان بنلاقي سترينجر مان بيكون قاعد على الكرسي وبيكون بيهزر كده من غير ما يعمل اي حاجه وهي مش بتاخد بالها اصلا. فجاه بيختفي قبل ما هي بتشوفه، حتى لما بتطلع تاخد دش بيكون واقف جنبها ولكنها برضه مش بتشوفه، ولما بتيجي عشان تبص بيكون اختفى. وبتروح علشان خاطر تشغل المجفف بتاع شعرها ولكن فجاه النور بيقطع، فبتتوتر وبتاخد الكشاف بتاع التليفون وبتبدا تدور على لوحه الكهرباء. ولما لقيتها ده اللي حصل، لقت سترينجر واقفه في قدامها وبتكون لابسه الماسك، وهي على طول فجاه جريت واستخبت في الاوضه بتاعتها وكانت مرعوبه جدا واترعبت اكتر لما سمعت صوت حد بيفتح الباب. والمفاجاه ان ده كان راين اللي استغرب من اللي هي فيه، فحكيت له على البنت اللي هي شافتها، فراح معاها لمكان اللوحه وشغلوا النور من تاني وابتدوا ان هم يدوروا في البيت ولكن مش بيلاقوا اي حد. فبيقول لها ان دي اكيد تهيؤات وده لان النور كان قاطع وهي كانت خايفه. ابتدت تطمن ولكن مش لوقت طويل لان الباب بيخبط من تاني. فبيروح راين علشان خاطر يفتح الباب، ولما بيفتح بيلاقي سترينجر وومن واقفه بعيد، فبيجري وراها لكنها هربت فرجع تاني للبيت وطمنها وقال لها ان دي مجرد بنت مراهقه مش هتعمل حاجه يعني. وبعدها بيخشوا جوه البيت وبيبداوا ان هم يقعدوا علشان خاطر ياكلوا. وسط وهم بياكلوا بيلاقي ان في دم بينقط عليهم على الترابيزه اللي هم بياكلوا عليها، وبيبصوا على السقف بيلاحظوا ان في فرخه مقتوله ومتعلقه، فبيترعبوا جدا وبيروحوا يقفلوا كل الابواب اللي موجوده. ولكن ماين وهي بتقفل الباب بتلاقي فاس رشق في الباب واللي بيكون جنب وشها، فبتصرخ وبتجري وبيدخلوا هما الاتنين جوه الاوضه. وقتها السترينجر التلاته دخلوا البيت وضيفوا نفسيهم، واصحابنا جوه كانوا هيموتوا من الرعب. فجاه الباب بتاع الاوضه اللي بيكون عليه بالمناسبه كلمه مرحب وموجي السمايل بتاع السترينجر، وبدون اي سبب بيجي واحد من السترينجر بيكسر الباب بالفاس وبدون اي سبب بيسيبه وبيمشي. المهم بعد شويه الدنيا بتهدى واصحابنا الغلابه بيكونوا فاكرين ان هم مشيوا، فبيقرر راين انه ياخد ميان ويركبوا الموتوسيكل ويبداوا ان هم يهربوا. والموضوع ده طبعا مش بيكون بالسهل كده، وهم خارجين بيلاقوا التليفون بتاع راين اتكسر وماين مش لاقيه التليفون بتاعها، ولكن بيفكسوا الموضوع علشان يلحقوا يهربوا. المهم ان هم يخرجوا فعلا من البيت، ولكن اما قربوا على الموتوسيكل بوم قام الموتوسيكل منفجر، وبيلاحظوا ان في سترينجر مان واقفه قدامهم، فجريوا على البيت وبيفكروا هيعملوا ايه لحد ما ميان لاحظت فتحه تحت البيت، فبيقرروا ان هم ينزلوا منها ويستخبوا تحت ويخشوا من الفتحه دي ويبداوا يمشوا تحت البيت فعلا. والمكان بيكون مليان حاجات قديمه وحاده جدا، وكان فوقهم بالظبط السترينجر واقفين في الصاله بيسمعوا اغاني، بس لو واحد من صحابنا عمل صوت هيتقفشوا. علشان كده لما الفار ركب على ظهر راين ميان قالت له اسكت ما تتكلمش لحد يسمعنا، وهو سمع الكلام وابتدى ان هو يبعد الفار عنه بسكوت. فجاه ايد ماين بتدوس على مسمار وبيخترق ايديها ولسه هتصوت راين قام ماسك بقها، بس السترينجر الشقيه اللي فوق دي سمعتهم فراحت ورا الصوت لحد ما وقفت فوقيهم بالظبط. ساعتها التوتر بيكون عالي جدا ولكن ما عملتش اي حاجه في الاخر، وتقريبا كده وشها بيقول ان هي ناويه على الشر. فكملوا طريقهم لحد ما خرجوا من البيت وبيكون من الباب اللي ورا، وجريوا على الكوخ اللي بيكون موجود جنب البيت علشان يدوروا على سلاح. ولكن وراين بيمشي راح متكعبل في صخره ورجله بتتجرح لكنه بيقوم وبيكمل. اما بيدخلوا الكوخ ما بيلاقوش نور غير نور الولاعه، وكان السترينجر وومن واقفه وراهم ولكن هم ما كانوش واخدين بالهم منها، وفضلوا ماشيين جوه لحد ما دخلوا اوضه كده لقوا فيها فاس خدها راين علشان يستعملها كسلاح. فجاه سمع صوت حد
من الاسترينجر فبيفضل مكانه وبيقرر يدور على سلاح ناري، بما ان الكوخ ده بتاع صياد فاكيد عنده بندقية ولا اي حاجة بتضرب نار. فبيدي ماين الفاس وبيقول لها ان هو هيطلع في الصندرة علشان يشوف اي حاجة يستعملوها. ماين بتترعب من المكان وبتظهر ليها سترينجر جير وبتكون واقفة قدامها، فبتصرخ وبتنادى على راين، وبيجي سترينجر مان من الشباك وبيبتدي ان هو يخنقها، فبيضرب راين طلقة فبيطلعوا يجروا، وده من خلال خرطوش هو لقاه فوق، وبيتفقوا ان هما الاتنين يروحوا يخلصوا عليهم. فبيبتدوا ان هما يمشوا جنب البيت وبيسمعوا صوت حد بيتحرك وبيقرب منهم اكتر، وبيخرج راين وبيديله بالخرطوشة في زوره، وبيفرحوا جدا ان هما خلصوا على واحد من السترينجر مان. ولكن الفرحة ما بتكملش، لان يا صديقي بتتحول لصدمة حزينة جدا في وقتها، لان الراجل ده اصلا مش لابس قناع ولا هو اصلا من السترينجر، وان هو ده صاحب الكوخ اللي كان جاي علشان خاطر الموسم الصيد ابتدى. وبيزعلوا عليه جدا، بعدها بياخدوا منه المفاتيح وبيركبوا عربيته وبياخدوا تليفونه كمان. ولكن السترينجر كانوا محاوطينهم من كل حتة، وبيدخل فيهم بالعربية بتاعته لأكتر من مرة. لما راين ما بقاش عارف يخرج ازاي فبيخلي ماين تهرب على رجليها، واللي رجله هو كمان انحشرت ومش بيعرف يهرب. بعدها الدنيا بتهدى كده وبيطلع الخرطوش علشان يحمي نفسه، واول ما لمح سترينجر مان ضرب نار، ولكنه هرب فحاول يخرج من العربية ونجح فعلا ان هو يخرج وراح يدور على ماين. والناحية التانية كانت السترينجر وومن هي كمان بتدور عليه، ولكن ماين بتكون مستخبية في احد القبور اللي موجودة على جنب البيت وما بياخدوش بالها منها اصلا. اتصل ماين وبتحاول تتواصل مع الشرطة، ولكنها صوتها بيكون واطي جدا ومحدش بيقدر يسمعها، والشبكة بتروح كمان. بس الشرطة بتقدر تحدد مكانها، فبتقوم وبتكمل مشي، وبيكون وراها السترينجر وومن وبتلاقيها وبتديها على دماغها وبتفقدها الوعي. الناحية التانية في الغابة كان راين محتاج جهاز الاستنشاق ولكنه وقع منه، فحاول يستخدم ازازة فاضية علشان يصبر نفسه، يعني ان هو بيستخدم جهازه كده، لحد ما بيدور على السترينجر وبيلاقي واحدة منهم وبتكون سترينجر جير، وحرفيا بتاخد الزينات كان ممكن يخلص عليها تماما، وهي ما كانتش خايفة منه خالص. وبرغم من كده كان متردد وفضل يتكلم كلام كتير جدا ملهوش اي لازمة، لحد ما بوم سترينجر جه من وراه واتضربوا ضربة قوية جدا على دماغه، افقدوا الوعي هو كمان. وحاليا بقى بياخدوهم هما الاتنين وبيربطوهم على كرسي، فطبعا بيفضلوا يعيطوا وبيزعلوا في كل لحظة. فمسكت السترينجر السكينة وبترشقها في جنب راين وبيقع على الارض وبيموت، وبعدها بتمسك جير السكينة وبيرشقها في ماين. وقبل ما يخلصوا عليهم تماما كانت الشرطة وصلت، فبيجروا كل السترينجر من المكان، تاخد الشرطة كل اللي كانوا موجودين وبينقلوهم للمستشفى. وبنشوف ان ماين ما ماتتش ولسه عايشة، وبتفوق وبنلاقي واحد من السترينجر نايم جنبها على السرير. وتقريبا كده ده هيكون الجزء الثاني من الفيلم. لو عجبك الفيلم ده يا صاحبي وعاوزني اكمل لك القصة بتاعت الجزء الثاني، فانزل دلوقتي ادعمني بلايك واشترك معايا في القناة وفعل زر التنبيهات، واكتب لي في كومنت لو محتاج ان انا اعمل لك الجزء الثاني في اسرع وقت، وانا جاهز على كده. كان معاكم اداء فويس اوفر محمود مسعود من قناة افلامجي، واشوفكم على خير في فيلم قادم. سلام.